السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله حلو مع بعض. حطي لايك كده للفيديو ولا نشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. ولو انت مش مشتركة في القناة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس. ويلا نشوف بقى المشتريات بتاعتنا النهارده. نقول كده بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. هنا بصوا اليوم ده كان بالليل، وكنا كده ايه راجعين من بره، فجبنا كده شويه حاجات قلت اوريها لكم. كنت جبت الطماطم الحمد لله دلوقتي زي ما قلت لكم رخصت. كنت جايباها كيلو وربع ب10، فجبت كده 3 كيلو او مش فاكره كان 2 كيلو ونص. وجبنا بيض وجبنا العبوه بتاعه الصابون دي، عايزه اقول لكم انها حلوه جدا. انا جربتها احلى بكتير من الاكياس اللي هي بنعملها صابون سائل اللي هو بتاع المواعين ده. دي حلوة جدا، دي أغلى شوية، دي ب35 جنيه وبتديكي 10 لتر. ف حلوة جدا عن التانية، يعني بيبقى الصابون بتاعها تقيل كده وحلو، غير اللي هو الأكياس. أنا جبت الأكياس وجربته معاكم قبل كده، بيبقى مش ما بتحطيش ال10 لتر كلهم، ولو حطيتي ال10 أو ال8 بيبقى خفيف شوية، إنما ده أنا حطيت ال10 وكان حلو جدا. وهوريهولكم إن شاء الله وهنعمله مع بعض في يوم. وجبت كده العلب دي. حبيت اوريها لكم برضو، كانت عندي كنت جايباها ب25 جنيه. فكنت جايبة منها الألوان دي، كنت جايبة اللون ده ولون في لون تالت برضو معاهم. حطيت بقى فيها البيض كده ودخلناه على التلاجة، وكنت جايبة برضو واحنا راجعين السمك ده وخليت الست نضفتهولي. بصوا هو حلو جدا، يعني اللي هو مش كبير قوي، هو وسط. انا بحب الحجم ده من السمك، مش بنحب الحجم الكبير. تمام. حطينا بقى حاجاتنا في التلاجة، وهنا كان تاني يوم الصبح. نمنا بقى، شلت الحاجات في التلاجة وقمنا بقى عشان نعمل الروتين بتاعنا. ابتديت كده ب اول حاجة هعملها شغلت عندي الراديو بتاعي. زي ما انتوا عارفين الراديو ده بحبه جدا، وبحب كده ايه اشغله بقى الصبح كده، واشغله وانا بعمل الاكل. طول ما انا في المطبخ ببقى مشغلاه، بصراحة بيبقى حلو جدا وبيسليني كده. احسن من التليفون والتلفزيون، بيبقى بيجيب لك حاجات اخبار بقى مفيدة، تسمعي قرآن، تسمعي اغنية كده حلوة قديمة من بتاعت زمان، اغاني حلوة كده، بيبقى حلو جدا. عملنا بقى كده هنا ايه، هنعمل كوبايتين شاي بلبن. شغلت الكاتل بتاعي وحطيت كده ايه المية، وبعدين هنحط عليها بقى اللبن. وكان عندي كده بسكوتين من بتاع الولاد بتاع المدرسة، حطيتهم برضو ايه، فطرت بيهم. كان اليوم ده عندي ابني منزلش المدرسة، ففطرنا مع بعض. حتى لو نزل برضو هو بيرجع بدري، فترته صباحية فبيرجع بدري، بنرجع برضو ايه نفطر كده انا وهو مع بعض. إيه عملنا بقى كده الشاي بلبن اهو، حطينا بقى البسكوتين دول هنقعد نفطر بيهم، وبعدين نبتدي بقى نشوف الشغل بتاعنا في البيت. تمام. حطي بقى لايك حلو كده علشان نشوف الفيديو بتاعنا النهارده حلو قوي وهيعجبك ان شاء الله. بصوا انا هنا بقى كنت بوريكم ان انا نضفت السمك، خليته فله كده من جوه. هي طبعا الست كانت منضفاه، شايله لي يعني الحاجات اللي فيه منضفاه، بس طبعا مش هتغسله حلو ولا هتغسله زي ايه، زي ما احنا بنغسله في البيت. انا بقى نضفته كويس جدا وشيلت كل حاجه جواه وخليته كده ابيض وحلو قوي. وبعدين صفيته بقى من الميه وهعمل بقى احط الليمون بتاعي والملح، هعصر كده عليه ليمون كتير. طبعا احنا عارفين سمك يعني ليمون، ف هاتي بقى كده ليمون كتير وحطيه. وحطيت عليه كمية ملح برضو كده حلوة، وهركنه بقى على جنب شوية عقبال ما اعمل الايه التتبيلة بتاعته اهو. هنا بقى قلت ايه، قبل بقى ما ابدا في السمك ولا ابدا في المطبخ، والمطبخ يبقى ايه بقى، طبعا عارفين اليوم بتاع السمك ده بيبقى كله ايه، المطبخ ريحته سمك وكده. فانا قلت قبل ما ابدا في اي حاجه غسلت كده مكان الحوض. مكان ما غسلت السمك يعني غسلته كويس قوي بالصابون والسلك وكده. وابتديت بقى، كان عندي بفتح التلاجة لقيت عندي كمية الطماطم دي غير اللي انا ايه، غير اللي انا كنت جايباها معاكم دلوقتي. فقلت ايه ان انا اخد الكمية بقى دي، اعملها صلصة واحطها في الايه في التلاجة، احسن ما هتقعد في التلاجة هتبوظ، يعني هتطرى هتبوظ. انا واحنا الايام دي عايزين ان احنا بنعمل صلصة. تمام. فجبت كده ايه الكمية بتاعتي اللي موجودة كلها في التلاجة، ما خليتش بس غير اللي انا جبتها الجديدة، علشان لو احتاجنا بقى سلطة، لو احتاجنا طماطمية ناشفة كده في اي حاجة هي تبقى موجودة. والكمية بقى كلها كده ايه شلتها وعصقتها، وهعملها صلصة واشيلها في الفريزر. تمام. بس انا ايه قلت بقى اوريكم يعني الاول قبل ما ابدا في اي حاجة، بدأت في
الصلصة الأول عشان ما نشغلش عنها وكده. أهو أنا باغسلها كويس وأقطّعها وأحط عليها شوية ملح وشوية سكر، وباسيبها بقى إيه، ومثلًا ربع كوباية مَيّة، نُص كوباية مَيّة، ما تكتريش لإن هي بتنزّل مَيّتها، وباسيبها بقى مع نفسها خالص لحد ما تتسلق وتتهري خالص، وباخدها أصفّيها، أضربها في الخلاط واصفّيها، وبعدين أدّيها غلوة واشيلها تاني في التلاجة. تمام. جينا بقى هنا هنعمل بقى إيه الخلطة بتاعة التوم، بتاعة السمك. جبت بقى عندي شوية توم كده حلوين، هنحط عليهم ملح وهحط فلفل وهحط كزبرة وكمون وبابريكا، وهتحطي قرن فلفل لو عندك براحتك عادي حطيه. بس وهقلب بقى الكلام ده كله مع ليمون وخل طبعا، حطيت بقى سنة شطة كده. اهو حطينا الخل وهحط بقى الليمون بتاعي، وهبتدي بقى ان انا ايه اقلب الكلام ده كله مع بعضه تاني. لو عندك طبعا الكبة حطي كل ده في الكبة على طول، و يعني شغلي عليهم الكبة على طول. تمام كده. هنجيب بقى السمك بتاعنا بعد ما صفيته كويس من المية وشطفته من المية والملح اللي كان فيه، وهبتدي بقى احط ايه التتبيلة بتاعتي. طبعا ايه لو السمك عندك كبيرة شوية اديها فتحة كده من بره، وحطي برضو فيها تتبيلة بتبقى حلوة جدا. تمام كده اهو. هتبل بقى الكمية كلها، وبرضو هنتبل الدقيق بتاعنا. هجيب الدقيق بتاعي كده، احط معاه ملح برضو وفلفل وكمون زي ما انت عايزه، كل التوابل حطيها عادي عشان يبقى الدقيق برضو بتاعك متبل. تمام كده اهو. وبعدين ببتدي بقى ان انا ايه احط السمك زي ما احنا عارفين مع الدقيق. وفي خطوه لو انت عايزه تعمليها تمام، مش عايزه تعمليها خلاص، في خطوه اللي هو ايه، بتجيبي بوله فيها ميه، بعد ما بتحطي السمك في الدقيق بتنزليه في الميه كده دقيقه واحده، بيديكي ان هو ايه بيخليه مقرمش وكده. انا النهارده ما عملتش الخطوه دي، بس عملتها معاكم قبل كده في كذا فيديو. تمام اهو. هنا بقى اهو كنت ولعت بقى على الزيت بتاعي، وابتديت بقى احط السمك كده بتاعنا، وجنبي هنا والسمك شغال جنبي الصلصه بتاعتنا. وهنا بقى كنت عملت كده شويه الرز، عملت شويه رز صياديه، بس عملت شويه صغيرين كده علشان ايه الولاد عندي مش بيحبوه يعني كتير، انا بس اللي باكله، فعملت على قد انا بس. وعملنا طبعا شويه السلطه، واتغدينا الحمد لله وشربنا الشاي وتمام. الولاد بقى عايزين حاجة حلوة طبعا، عشان قال ايه كان الروتين ده كان يوم الخميس، فاللي هو يوم الاجازة بقى وكده، فعايزين حاجة حلوة. فهنعمل النهاردة كوكيز مع بعض ان شاء الله، وهوريكم المقادير بتاعته سهلة جدا. عملنا ايه، جبت عندي نص كوباية من السمنة. انا طبعا حاطة سمنة بلدي، بس هي عندي لونها مغمق مني شوية، بس عادي مش هتفرق معايا في اي حاجة. حطينا نص كوباية من السمنة، عليها ربع كوباية كده من الزيت، وعليها كمان نص كوباية من السكر. تمام. وحطيت هنا اللي بعمله في البولة دي بعمله برضو في البولة التانية بالظبط، هحط هنا بيضاية وهنا بيضاية، وهحط هنا الفانيليا وهنا برضو فانيليا، يبقى حطينا نص كوباية سمنة ونص كوباية سكر وبيضاية وفانيليا. انا عاملة في البولتين علشان هعمل الكمية دي فانيليا والكمية دي شوكولاتة اللي هي كاكاو يعني. هنضرب بقى البيضة مع الكلام ده كله لحد ما تبتدي ان هي ايه تديني قوام كده حلو اهو. وبعدين هبتدي بقى ان انا احط عليها ايه الدقيق بتاعنا اهو. اضرب برضو بقى البولة التانية، ما بياخدش معاكي وقت خالص، في 10 دقايق وانت واقفة هتظبطي الدنيا، وهتعملي للولاد حاجة حلوة وسهلة جدا، وكلها حاجات من البيت. يعني عندنا السمنة وعندنا السكر وعندنا البيضة، دي بيضة واحدة، وعندنا الدقيق. الدقيق بقى بتاعي هحط عندي كوباية، كوبايتين الا ربع لكل بولة. تمام، كوبايتين الا ربع. حطيت هنا كوباية، واحط اهي كوباية الا ربع او مثلا نص كوباية، واحط في البولة التانية برضو كوباية، وهحط نص كوباية علشان هكمل عليها بمعلقتين كاكاو خام اسباني اهو.
حطي الكاكاو في الوقت ده، ما تحطوش على العجينة على طول، علشان يديكي نفس اللون وما يعني ايه يبقى لونه حلو بني، ما يديكيش لون كده مجهر ولا حاجة، لا حطيه مع الدقيق كده هيديكي لون حلو جدا. وهنحط هنا نص معلقة من البيكنج باودر، وهنا نص معلقة، ورشة ملح هنا ورشة ملح هنا. بس كده هنقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه. احنا هنا مش بنعجن، لا احنا بنقلب بس، بنخلي الدقيق كده يدخل ايه في السوائل اللي عندي وخلاص. اهو هبتدي بقى احط ايدي كده واشوف الدنيا، لو لقيتها ان هي العجينة لسه مش متماسكة معايا كده، فايه احط كده رشة من الدقيق. اهو بس كده هلم بقى العجينة بتاعتي على كده، وهسيبها واعجن البولة التانية، وبعدين نبتدي نشتغل على طول. هو مش بيرتاح ولا اي حاجة، بتشتغلي فيه على طول. اهو عايزه اقول لكم ان هو كان طعمه حلو جدا، وريحه السمنه البلدي فيه كانت واضحه جدا ومدياله طعم حلو قوي. فانت لو مش هتعملي بسمنه بلدي، اعملي بزبده او زيت يكون، بس مش ما ينفعش طبعا زيت بس، لازم سمنه معاه. لو هتحطي زيت حطي زيت يكون ريحته حلوه، ما يكونش زيت ليه ريحه وحشه، علشان ما يبوظلكيش الطعم. تمام كده لمينا بقى عندي العجينتين اهو، وهبتدي بقى ان انا اجيب الصواني بتاعتي، اي صينيه هحطها هدهنها علشان ما يلزقش معايا، لان هو بيفرش معايا شويه في الصينيه. تمام. هنعمل بقى القطعه اللي تعجبك، بس اهم حاجه تكون القطعه صغيره، علشان هو بيفرش زي ما بقولك، بيفرش شويه في الصينيه بعد ما بيدخل الفرن يعني. وخليه زي ما هو كده، ما تبططيهوش يعني، خليها هي كده مكوره، وهي هتفرش معاكي على طول. هنا بقى عملنا اهو الكمية كلها اهو، وهروح بقى اسويهم في الفرن، واوريكم ان شاء الله بعد ما يخرج من الفرن، وهوريكم قد ايه هو طري وهش وحلو جدا. اهو شايفين بقى هنا خلاص بعد ما طلعته بقى من الفرن كده حلو جدا ومستوي ودرجة السوا بتاعته حلوة قوي، وهنا مقرمش. وبرده وهو لسه بيبقى لسه طالع كده، بيبقى ايه طري كده وحلو ومديكي طعم حلو قوي. بعد ما بيهدى شوية بيقرمش معاكي شوية. اهو بصوا جميل جدا ومستوي بقى. خلي بالك علشان هو مش بيحب ان انت تعلي النار عليه، هيتحرق منك بسرعة، وهتلاقيه بيفرش برضو بسرعة في الصينية. يلا بقى جربوا الطريقة بتاعتنا النهاردة، وقولنا ايه رأيكم كده في الروتين بتاعنا، وحطوا لنا لايك للفيديو. لو مش مشتركة في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس، واسيبكم بقى مع الفيديو ده وتشوفي بقى الجمال بتاع الكوكيز بتاعنا، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.